كان هناك رجل بسيط يدعى حسن. كان يعيش حياة هادئة، يعمل صباحا ويعود إلى بيته مساء. ولكن جيرانه لاحظوا أمرا غريبا. حسن كان يخرج كل ليلة متأخرا جدا، وكأنه يهرب من شيء، أو كأن هناك شيئا ما يناديه. في البداية ظنوا أنه يذهب إلى عمله أو يلتقي بأحد، ولكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. حسن كان يخرج وحده ويتجه نحو الغابة المهجورة التي يخاف الجميع الاقتراب منها. تلك الغابة التي تقول الحكايات القديمة إنها مسكونة، وإن من يدخلها إما يختفي ولا يعود، أو يعود وقد تغير تماما. لكن حسن لم يكن يصدق تلك القصص، حتى جاء يوم سمع فيه صوتا غريبا يناديه باسمه وسط الظلام. حاول تجاهل الصوت، ولكن الفضول دفعه لمواصلة السير. دخل الغابة أكثر، وكلما تقدم شعر أن الأشجار تتحرك من حوله، وكأنها تراقبه. في تلك الليلة قرر حسن أن يحمل هاتفه ويسجل كل ما يراه. ولكن عندما عاد إلى منزله وشاهد التسجيل، اكتشف شيئا مرعبا. الفيديو أظهر صورا ضبابية، ولكن وسط الضباب ظهر وجه غريب جدا، وجه لم يره من قبل. وفجأة انطفأ الهاتف من تلقاء نفسه، وكل الملفات التي كانت عليه اختفت، وكأن أحدا ما مسحها عن بعد. في الليلة التالية حاول حسن العودة إلى الغابة، ولكنه لم يجد الطريق الذي سلكه في الليلة السابقة، وكأن الغابة قد ابتلعته.